بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا نتكلم النهارده على غيابات النادي الاهلي وغيابات نادي الزمالك في مباراه القمه، وعلى قوه ضعف النادي الاهلي وقوه ضعف نادي الزمالك. تعالوا مع بعض نشوف الاخبار اللي معانا. بس في البدايه كده هنسمع حاجه بسيطه كده عمرو الدرديري قالها، ومقتنع، هو الوحيد اللي مقتنع بيها، ان الزمالك هيفوز على النادي الاهلي. طبعا على الرغم من ان كلنا عارفين ان مباراه القمه ما فيهاش اي توقعات، ما فيهاش اي حاجه غلط. يعني مباراه قويه جدا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، يعني ما ينفعش تتوقع مين اللي هيفوز ومين اللي هيتغلب، هل هيبقى تعادل، هل الكلام ده كله ما فيهاش اي توقعات. بس في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك، صلي على النبي في الكومنتات، وتدعي لاخواتنا. وتعالوا مع بعض كده نسمع عمرو الدرديري قال ايه. الزمالك هيعمل ايه مع الاهلي بعد بكره؟ هيكسبوا طبعا. موضوع منتهي. مفيش طبعا في الكوره يا عم. الزمالك هيكسبوا طبعا، انا بقول كلام واضح، الزمالك هيكسبوا طبعا. الاستاذ عمرو الدرديري بيقول لك طبعا الزمالك هيفوز، ده متاكد بنسبه 100% ان الزمالك هيفوز طبعا. هل طبعا الموضوع ده الزمالك هيفوز ولا لا؟ عمرو الدرديري كده كده ما حدش بيعتب عليه، فسيبنا منه. تعالوا مع بعض بقى نقول غيابات النادي الاهلي وغيابات نادي الزمالك في مباراه القمه. بالنسبه لغيابات النادي الاهلي، من ابرز الغيابات طبعا هيبقى محمد شكري عندنا في الباك الشمال مش موجود. في اشرف داري بسبب يعني اصابات كثيره، في اشرف داري غياب. برضه كريم فؤاد، امام عاشور، محمد عبد الله، واحمد عبدين، ده عشان المنتخب الشباب. عندنا طبعا في بنسبه كبيره هيبقى في غياب جردشار طبعا اشتكى امبارح من اصابه، فبنسبه كبيره برضه جردشار خارج حسابات عماد النحاس في مباراه القمه بسبب الاصابه. طب بالنسبه لاحمد السيد زيزو، احمد السيد زيزو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يلحق مباراه القمه. ايوه فعلا هو شارك في مباراه القمه امبارح، شارك في التدريبات وشارك في التدريب بتاع مباراه القمه، بس هل هيشارك في المباراه؟ ده هيبقى معتمد على الكابتن عماد النحاس، هيشارك احمد السيد زيزو ولا لا. بس بنسبه كبيره هو جاهز، بس ده هيبقى متوقف على الكابتن عماد النحاس هيشاركوا في مباراه القمه ولا لا. بالنسبه طبعا في قفشه، برضه قفشه اشتكى في المران الاخير باصابه في العضله الاماميه، بس برضه قفشه احتمال ايوه احتمال لا هيشارك ولا لسه. بالنسبه لغيابات الزمالك محمد شحاته، محمود جهاد، وبرونو لوشينج، وعندك سيف الدين الجزيري واحمد ربيع واحمد السيد، ده عشان منتخب الشباب. طبعا بسبب عندك سيف الدين الجزيري مش هيشارك عشان خاطر المدرب اصلا مش مقتنع بيه، مش هيبقى موجود في القائمه. هل هيبقى هيشارك ولا لا؟ هل ده كله هيبقى متوقف على فيريرا هيشاركوا ولا لا؟ ده بالنسبه لغيابات النادي الاهلي وغيابات نادي الزمالك. زي ما قلنا طبعا غيابات النادي الاهلي محمد شكري، اشرف داري، كريم فؤاد، امام عاشور، ده كله للاصابه. ضيف عليهم كمان جريديشار اللي هو اتصاب امبارح، فجريديشار مش هيكون معاه. طبعا الغيابات عشان خاطر المنتخب اللي هو الشباب محمد عبد الله واحمد عبدين، ده عشان خاطر منتخب الشباب. احمد السيد زيزو خلاص بقى بدا يكون موجود وشارك في التمرين الجماعي، بس هيشارك ولا لا ده متوقف على عماد النحاس. بالنسبه طبعا لغيابات الزمالك زي ما قلنا محمد شحاته، محمود جهاد، سيف الدين الجزيري، احمد ربيعه، واحمد السيد منتخب الشباب. وفي اللي هو برونو شيري اللي هو لسه جاي جديد، ده هو المدرب مش مقتنع ولا بسيف الدين الجزيري ولا باللاعب ده. نيجي طبعا بالنسبه لنقاط الضعف ونقاط القوه في النادي الاهلي، ونقاط الضعف ونقاط القوه في نادي الزمالك. تعالوا نبدا بالنادي الاهلي في البدايه. نقاط الضعف ونقاط القوه في النادي الاهلي، بالنسبه لنقاط القوه في النادي الاهلي مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، بن شرقي، محمد شريف، ده بالنسبه لنقاط القوه في النادي الاهلي. عندك خط نص النادي الاهلي ممتاز جدا، مروان عطيه لما بيقف سته ما تقدرش ان انت اصلا تعدي منه. محمد علي بن رمضان لما يكون فايق، يعني في الماتشات اللي يكون فايق فيها محمد علي بن رمضان بتشوف كواليتي. عندك الهاف الشمال تريزيجيه وبن شرقي، مفيش حد في مستواه في الدوري المصري، الاثنين بصراحه ممتازين جدا في الهاف الشمال. محمد شريف في ماتشات الزمالك بالذات بيبقى عالمي، بيبقى افضل من اي حد،
يعني هو الماتشات اللي فاتت ما كانش فايق، ما كانش بيسجل، ما سجلش غير هدف واحد، بس بيجي في ماتشات الزمالك والاهلي بتشوف مستوى تاني خالص لمحمد شريف. محمد شريف من المستويات الجامده جدا، بيجي في مباراه القمه بالذات بيظهر قوته بطريقه رهيبه. يعني عندك كده في مباراه القمه، وضيف عليهم برضو اليو ديانج. يعني اليو ديانج عندك خط الوسط في النادي الاهلي، لو تمركز خط الوسط ثابت في النادي الاهلي اعرف انه بنسبه كبيره الاهلي هيفوز لو الاهلي سيطر على خط الوسط. مين اللي موجود في خط الوسط؟ زي ما قلنا مروان عطيه، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، وضيف عليهم تريزيجيه هيبقى موجود معاهم. عندك في الهاف الشمال هيبقى بن شرقي، في الهجوم محمد شريف. ده بالنسبه لقوه النادي الاهلي في المباراه. طيب قوه الضعف بقى، نقاط الضعف في النادي الاهلي. نقاط الضعف عندنا هو الباك الشمال. باك الشمال احنا ما عندناش اصلا باك شمال، بنلعب دلوقتي كوكا وبنلعب بالعش، ولا ده بيلعب باك شمال اصلا ولا كوكا بيلعب باك شمال اصلا. يعني كوكا اصلا من اساسه بيلعب وسط الملعب. مصطفى العش جاي اصلا دفاع. يعني احنا اصلا الباك الشمال عندنا ما فيش باك شمال، وبنلعب مصطفى او بنلعب بالعش وبنلعب بكوكا، الاثنين مستواهم زفت في باك الشمال، وده نقطه ضعف النادي الاهلي في الباك الشمال. نيجي للباك اليمين. بالنسبه للباك اليمين عندنا محمد هاني، لما بيكون فايق بتشوف لاعب عالمي، بتشوف لاعب كويس جدا، بس لما الدنيا تبوظ معاه انت بتشوف يعني لحد دلوقتي مش ثابت. يعني مستواه دلوقتي محمد هاني مفيش مستوى ثابت لحد دلوقتي. ما تعرفش ان هو حلو، ما تعرفش ان هو وحش، رغم ان هو بيلعب منتخب مصر، يعني منتخب مصر لاعب جامد جدا، واخر ماتش عامل مستوى جامد، بس ما تعرفش مستوى، مش عارف ان انت تقيمه لاعب كويس ولا لاعب وحش. ده للاسف اللي بيعمله محمد هاني. فعندنا برضه الجبهه اليمنى مش احسن حاجه. نيجي لخط الدفاع. خط الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي. في الماتشات اللي فاتت او الماتش اللي فات ياسين مرعي وياسر ابراهيم كان مستواهم جامد جدا، والاثنين عاملين تيم مع بعض. ياسين مرعي من الكواليتي العالي جدا، بس لسه شاب ما عندوش الخبرات العاليه. كان عايز لاعب جنبه خبرات، يعني بعد محمد عبد المنعم لسه ما جبناش لاعب الخبرات. ياسر ابراهيم لاعب رجوله وبيلعب رجوله في خط الدفاع مع ياسين مرعي، الاثنين دول هيعملوا توازن جدا في خط الدفاع، وهيبقى خط الدفاع باذن الله متوازن بين ياسين مرعي وياسر ابراهيم. نيجي بقى طبعا لحاجه كمان اللي هي نقاط القوه ونقاط الضعف في نادي الزمالك. نقاط القوه في نادي الزمالك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، وان الفينا، احمد فتوح وبنتايج. عندك عبد الله السعيد وناصر ماهر في الماتشات اللي فاتت الاثنين عاملين توازن في وسط الملعب بطريقه كويسه جدا، حتى الاثنين عاملين تفاهم مع بعض. هو كان المفروض يبقى معاهم محمد شحاته، بس للاسف محمد شحاته اصلا مصاب. يعني الثلاثه محمد شحاته وناصر ماهر وعبد الله السعيد الثلاثه بيعملوا شغل مع بعض جامد جدا، والاثنين دول من قوه ايه خط الوسط في نادي الزمالك، بعيدا عن دول ده اللي هو اصلا بعيدا عن الهبل اللي هو بيعمله او الشغل اللي هو بيعمله. فعبد الله السعيد وناصر ماهر الاثنين عاملين شغل جامد جدا في الماتشات الاخيره، وعاملين اداء كويس جدا. دول نقاط القوه في نادي الزمالك. نقاط القوه طبعا اللي هو اللاعب الجديد وان الفينا، بصراحه لاعب مهاري ولاعب على واحد بطريقه رهيبه، يقدر يعدي من اي حد. لاعب كويس جدا. عندهم في الهاف اليمين بصراحه ممتاز. يعني لازم محمد او لازم مصطفى او العش واحمد نبيل كوكا يبقوا مؤثرين جدا في الجبهه دي، لان هو وان الفينا هيلعب عليهم، ولاعب على لاعب ده بيعمل شغل جامد جدا. صراحه وان الفينا جامد جدا. في الباك الشمال عندهم طبعا فتوح وبنتايج، الاثنين مستواهم جامد، الاثنين بيلعبوا منتخبات، الاثنين لعيبه كويسه، تمركزات كويسه جدا، بيقدروا ان هم يستخلصوا الكوره، يقدروا ان هم يرفعوا عرضيات، بالذات بنتايج في العرضيات رهيب ولاعب رهيب جدا. ده من قوه نادي الزمالك. عدي الدباغ في بدايه الموسم ما كانش فيه. عدي الدباغ اول ما جه كان اغلبيه الناس وانا من ضمن الناس قلت مش اللاعب اللي هو يبقى مهاجم الزمالك، بس في الماتشات الاخيره اثبت وجوده. اخر 3 ماتشات مسجل وجايب اهداف، بصراحه ده من المستويات الكويسه. وعدي الدباغ حاجه رهيبه جدا. زي ما قلنا قوه نادي الزمالك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، هيبقى طبعا او اخوان الفينا وعدي الدباغ
وبنتايك وفتوح. ده من قوه نادي الزمالك. قوه ضعف نادي الزمالك بقى في قوه ضعف نادي الزمالك الباك اليمين عمر جابر. في الفتره الاخيره مستواه قليل جدا، يعني كنت عايز اقارنه بمحمد هاني بس هو مستواه قليل عن محمد هاني في الفتره الاخيره. بالنسبه لعمر جابر ده من قوه الضعف في نادي الزمالك. وقوه الضعف برضه في خط دفاع نادي الزمالك. خط دفاع نادي الزمالك هو يعتبر دفاع نادي الزمالك اقل نادي دخل فيه اهداف، بس الاثنين بيعملوا كركبه مع بعض مش متفاهمين. اذا كان حسام عبد المجيد اللي بيقدم اداء سيء الفتره دي او الموسم ده، حسام عبد المجيد مش ظاهر. برضه الونش مش الونش اللي احنا متعودين عليه، اللاعب الطفولي من بعد الاصابه ما رجعش لحد دلوقتي. الونش لحد دلوقتي ما رجعش. حسام عبد المجيد والونش الاثنين مش عاملين تفاهم مع بعض ومش عاملين اي اداء مع بعض. ده عامل مشكله عندهم في خط الدفاع. يعني خط الدفاع عند نادي الزمالك لو سيطرنا عليه خلاص بالنسبه لنا كده شكرا. برضو زي ما قلنا الباك اليمين عند نادي الزمالك عمر جابر المفروض باك اليمين هيلعب عليه. عندنا احنا في الهاب الشمال هيبقى بن شرقي، يعني لازم ايه يبقى فيه ميول شويه من تريزيجيه لبن شرقي عشان خاطر يقدروا يسيطروا على الباك الشمال لنادي الاهلي ويسيطروا على ايه على الباك اليمين في نادي الزمالك اللي هو عمر جابر اللي هو مستواه اصلا قليل جدا في الفتره اللي فاتت. برضو من النقاط اللي هي في كركبه فيها بالنسبه برضو لنادي الزمالك اللي هو ادم كايد. ادم كايد انت مش عارفه لاعب ضعيف، لاعب بيلعب وسط، بيلعب هاف شمال، بيلعب هاف يمين. هو المدرب مش عارف يوظفه اصلا في انهي حته. ده من نقاط الضعف في نادي الزمالك. برضه شيكو بنزا في الفتره الاخيره مستواه مش اللي هو الناس متخيله ان ده اللاعب الافريقي او اللاعب الاجنبي اللي جاي اللي هيضيف لنادي الزمالك. مش زي الاضافه بتاعت اخوان قلبنا. يعني اخوان قلبنا اول ما جه الزمالك دخل مع التيم بسرعه، قدر ان هو يتاقلم مع اللعيبه ويقدر ان هو يثبت وجوده، عكس مين؟ شيكو بنزا. يعني شيكو بنزا ده لحد دلوقتي ما ظهرش. برضه ادم كايد برضه في الفتره دي مش المستويات كويس ان انت تقدر تحكم عليه في نادي الزمالك. طبعا احنا قلنا نقاط القوه نقاط الضعف في النادي الاهلي والنادي الزمالك والغيابات بتاعه النادي الاهلي وغيابات نادي الزمالك. بالنسبه انا مش عايز اقول توقعات النادي الاهلي او توقعات نادي الزمالك لان المباراه دي هي ما فيهاش اي توقعات. انت بتبقى شايف فرقتك احسن، تيجي في الماتش بتلاقي الفرقه الثانيه العكس وبتلاقي ما فيش توقعات اصلا. بس اهم حاجه تبقى الروح الرياضيه. ما تنسوش المتابعه، ما تنسوش تعملوا شير او تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا شير وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. واستنونا في فيديو جديد واخبار جديده وباذن الله فوز النادي